وانت في الطريق هيقابلك الخوف. وما أدراك ما الخوف. في خوف يحميك، وخوف يدمرك، وخوف يخليك تعيش حياة كاملة أقل بكتير من اللي تقدر تعيشها. بس خليك عارف إن أغلب الحاجات اللي خفت منها ما حصلتش أصلا. والأخطر من الخوف القرارات اللي بتاخدها وانت خايف، واللي بسببها غيرت حياة ناس كتير للأسوأ. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في فيديو جديد. سنة 1965 كان في شاب اسمه جيم ستوكديل، تقريبا قلت اسمه صح. كان طيار في البحرية الأمريكية وقت حرب فيتنام، وكان في مهمة عسكرية، وطيارته وقعت فوق فيتنام وتم أسره فورا. لكن المشكلة ما كانتش في الأسر. ستوك عرف إنه هيتم نقله لأسوأ السجون على الإطلاق، سجن اسمه هو لو بريس. إن شاء الله أكون قلت الاسم صح. والسجن ده كان مشهور بالتعذيب الشديد للأسرى. وهو نازل بالمظلة كان متأكد من حاجة واحدة، إنه مش هيشوف عيلته تاني. وبالفعل كتب في مذكراته بعد ما رجع: كنت أعلم إني داخل إلى عالم مليء بالألم والخوف. ستوك قعد 7 سنين ونص في الأسر ده، وشاف أبشع أنواع التعذيب، وكان عايش في زنزانة صغيرة جدا ما يعرفش هيخرج منها ولا لا. وطبعا ستوك ما كانش لوحده في السجن ده، كان معاه أسرى كتير انهاروا نفسيا. لكن هو كان عنده فكرة غريبة وذكية هي اللي ساعدته على البقاء. كان دايما بيقول لنفسه شيء بسيط جدا: أنا مش هقدر أتحكم في اللي بيحصل لي، لكن هقدر أتحكم في رد فعلي. وما حاولش ينكر الخوف، لكن هو رفض يسمح للخوف يحدد قراراته. وبعد سنين طويلة انتهت الحرب، وتم إطلاق سراحه ورجع لبلده، وبقى من أهم القادة العسكريين. وقصته بقت تدرس في القيادة والصمود النفسي. والعبرة إن ستوك ما كانش بلا خوف، لا، ده عاش سنين طويلة من الخوف الحقيقي. لكن الفرق إنه ما سمحش للخوف يسيطر على عقله بالكامل. الخوف يا صديقي هي استجابة بيولوجية ونفسية طبيعية بتحصل لما الدماغ بيعتقد إن في تهديد أو خطر، ووظيفته الأساسية هي حماية الإنسان وبقائه على قيد الحياة وبس. يعني هو مش عيب في الإنسان، هو نظام حماية طبيعي. بس لو خرج الخوف عن الدايرة دي بيبقى مشكلة كبيرة. مش هيخليك تعمل حاجة ولا تتقدم خطوة واحدة، بالعكس هيوقفك في زمن بيمشي بسرعة مرعبة، وصدقني هتبقى الأخير. وهنا احنا مش بنتكلم عن الخوف اللي بيهدد حياتك، احنا بنتكلم عن الخوف من كل حاجة، من الناس، من المستقبل، من نفسك حتى، من الفشل، من الخسارة. الخوف من الحاجات دي مش هيحميك، لا والله، ده هيدمرك. ما تخافش من الناس، محدش هيعمل لك حاجة. وما تخافش من المستقبل، وما تتوقعش السيء فيه. ما تخافش من نفسك، خليك واثق وواقف صالب طولك. وما تخافش من الفشل، لأنك مش هتعرف تنجح غير لما تجرب وتفشل. وما تخافش من الخسارة، لأنك مش هتعرف تكسب غير لما تجرب وتخسر. دي حقائق لازم نصدقها ونتعايش معاها. وأي حد تعرفه دلوقتي ناجح أو بيكسب كتير، خليك عارف اللي نجح فشل قبل ما ينجح، واللي كسب خسر قبل ما يكسب. مش من أول مرة، هي لازم تتصالح مع كل ده علشان تعرف توصل لهدفك، وده إذا كان عندك هدف طبعا. وفي نهاية الفيديو ده أنا هقولك على حاجة مهمة جدا، ياريت تسمعه للآخر. وخليك عارف حاجة أهم من أي حاجة تانية بكتير، وهي إن أكبر عدو ليك في طريقك وحياتك هو الشيطان. وربنا قال لنا وعرفنا إنه بيوعدنا بحاجتين 2، وهما الخوف والفقر. هما حاجتين مرتبطين ببعض جدا. الخوف والفقر دول قادرين إنهم يهدوا أي إنسان، والشيطان عارف ده كويس. وعلم النفس بيقسم الخوف لأنواع كتير، أهمها الخوف الفطري، وده زي الخوف من الوقوع أو الأصوات العالية أو الحيوانات المفترسة أو أي شيء ممكن يكون خطر عليك. وده بيتولد مع الإنسان علشان يكون حماية ليه.
وفي نوع تاني وهو الخوف المكتسب، وده بيتعلمه الإنسان من التجارب، تجربة فشل أو حادث أو موقف اجتماعي محرج. وكمان الخوف الاجتماعي، وده زي الخوف من حكم الناس عليك أو الخوف من الرفض. والدراسات بتقول إن الدماغ بيتعامل مع الرفض الاجتماعي ده زي الخطر الجسدي تقريبا. فالخوف الطبيعي مفهوش مشكلة، لكن المشكلة لما يمنعك تاخد قرار ممكن يغير حياتك كلها، أو يمنعك من تجربة حتى لو هتفشل فيها، أو يكون موجود دايما حتى لو مفيش خطر. وفي دراسات كمان في علم النفس بتقول إن الشجاعة مش بتكون بلا خوف، الشجاعة هي القدرة على التصرف برغم وجود الخوف. فخليك عارف إن خوفك ده مش هيغير اللي هيحصل لك ولا هيمنعه، فواجه بجد وما تخافش. إيه اللي هيحصل يعني؟ هتموت، ما انت كده كده هتموت سواء كنت خايف أو لأ. عيش حياتك بلا خوف أحسن ما تضيع وانت خايف وقلقان من كل حاجة. واستمتع بأي لحظة بتمر بيها حتى لو كانت صعبة، حاول تستمتع بيها. وأنا عارف إن ده صعب وعلينا كلنا، لكن نقدر ندرب نفسنا عليه ونعيش فعلا حياتنا بلا خوف. في طريقة لو عملتها هتفيدك كتير جدا، وهي إنك تعرض نفسك لأي شيء بتخاف منه بشكل تدريجي، وده بيخلي الدماغ يعيد التعلم بإن الشيء ده مش خطر ولا حاجة. وهقول لك على تجربة شخصية أنا مريت بيها من فترة طويلة، وأنا عايز أبدأ أعمل قناة من خلالها أقدر أفيد نفسي وأفيد غيري. وده من كتر ما بشوف حاجات كتير قوي غلط في حياتنا. كان نفسي أعمل أي حاجة بصراحة، والخوف منعني وخلاني أجل ده كتير قوي. وأنا عارف إنه دلوقتي مش أحسن حاجة، لكن عارف برضه مع الوقت هيكون أفضل بكتير إن شاء الله، وهو ده الطبيعي. ولما بدأت صدقني كل حاجة كنت بخاف منها وبأجل عشانها لقيتها مش موجودة أصلا. فوانت في الطريق يا صديقي هيقابلك الخوف ده وهتحس بيه. المهم إنك ما تسلمش نفسك ليه، سيطر عليه وابدأ في أي حاجة نفسك تعملها أو تتعلمها، وتحمل بس البداية. بعد كده هتلاقي نفسك اتشكلت زي ما كنت عايز. ولو الكلام ده فادك بأي شيء حتى لو بسيط، استناني إن شاء الله في الفيديو الجاي. سلام عليكم.